تحت شعار حرية القائد آبو ضمان الحل والسلام، انعقد الكونفرنس الذي أطلقته المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان بتاريخ 27 كانون الأول عام 2022. شاركت فيه مجموعة من الفعاليات السياسية والثقافية، الدينية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني. تركزت النقاشات في الكونفرنس حول محورين اثنين: أزمة الشرق الأوسط وحل قضايا الشعوب، والمؤامرات الدولية وأهمية حرية أوجلان. النقاشات كانت غنية وركزت على قضايا الديمقراطية ومسائلها المتعلقة بالمرأة والشبيبة والمجتمع وبنيتها الاقتصادية، والأزمة العالمية وأزمة الشرق الأوسط وأسبابها وكيفية الوصول إلى حلها. أوجلان اعتبر أن القضية قضية الأنظمة وحل قضايا الشعوب، وبهذا تمكن من فتح الطريق أمام الشعوب والأحرار والديمقراطيين، ليس فقط في المنطقة بل في العالم بأكمله. مخرجات الكونفرنس: تحويل قضية حرية أوجلان من قضية شعب إلى قضية تعني كافة الشعوب والأحرار والديمقراطيين وجعلهم يتبنون القضية. 2. تشكيل حلف ديمقراطي من الأحرار الديمقراطيين والحقوقيين على مستوى المنطقة من أجل الدفاع عن أوجلان والنضال من أجل حريته. 3. تشكيل لجنة متابعة مهمتها العمل والتنسيق مع مبادرة حرية القائد أوجلان من أجل تحقيق حريته. 4. العمل على المستوى الإقليمي والعالمي لنقل قضية الأحرار الديمقراطيين في منطقة الشرق الأوسط وتشكيل قطب ديمقراطي يتبنى قضية أوجلان ويعمل من أجل حريته.